التعزيز الإيجابي كلمة بنسمعها من أكتر من شخص وممكن نقرأ عليها. باختصار التعزيز الإيجابي هو عملية ربط في ذهن الكلب لكل حاجة احنا بيعملها، سواء حركة صح أو أمر صح أو أي أداء بيعمله، ببدأ أربطه له بحاجة بيحبها. طب الموضوع دوت ليه خلفية تمت عن طريق بحث عن طريق عالم اسمه إيفان بافلوف، لأن ذهن الكلب بيقدر يعمل ربط ما بين شيء بيحصل بيحبه وأي أحداث جانبية تانية. بدون الدخول بتفاصيل، حضراتكم تقدروا تقروا عن النظرية والتجربة بتاعت إيفان بافلوف بالتفصيل على الإنترنت، هي متاحة في كل مكان. ولكن اللي بيحصل في ذهن الكلب بسبب إن الذاكرة المؤقتة عنده ضعيفة شوية، فلازم كل حدث بيحصل لازم في نهاية الحدث تكون حاجة محببة إلى قلبه عشان الحدث دوت يثبت في ذهنه. طب إيه الكلام الكبير دوت؟ إزاي أنا أترجم الكلام ده كله؟ يعني باختصار، كل لما كلبك يعمل حاجة صح أثناء التدريب أو حاجة شبه صح أثناء التدريب، فأنت مطالب إنك تتدخل وتكافئه فورا 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 بدون أي تأخير، عشان ما تكرار الحركة أو الأداء اللي هو عملها دي تثبت في ذهنه بشكل ثابت، وبالتالي يبدأ إن هو يعملها لك في المستقبل وبدون مكافأة. وهو ده المقصود بالتعزيز الإيجابي. بما إننا اتكلمنا عن التعزيز الإيجابي، فلازم نتكلم على التعزيز السلبي. طب التعزيز الإيجابي هو المكافأة، يبقى التعزيز السلبي العقاب؟ خالص. التعزيز السلبي هو إن أنا بعمل إيه؟ بعمل سلب أو منع لأي شيء هيأثر على التدريب، وبالتالي أنا عملت تعزيز للتدريب. طب نبسطها أكتر من كده. أثناء الحصة التدريبية أي شيء هيأثر بالسلب على أداء الكلب كمشتتات ذهن، ككلب تاني، كأفراد، كمكان بيخاف منه، كأداة بيخاف منه ليها ذكرى سيئة معاها، أنا دوري كمدرب أو مربي إن أنا لازم أعمل لها تعزيز سلبي، إن أنا أنحيها تماما، أبعدها تماما. فبالتالي ذهن الكلب بيكون صافي ومركز أثناء الحصة التدريبية. فزي ما هعمل تعزيز إيجابي، كل لما الكلب بيعمل حاجة صح أنا بديله المكافأة فورا عشان الحاجة دي تثبت في ذهنه. أي شيء هيأثر ويضر التدريب، أي شيء بيشتت انتباه الكلب، فأنا لازم أعمل له تعزيز سلبي، إن أنا أبعده خالص عشان أقدر أحوز على تركيز الكلب.